السلام عليكم البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. أنا الحمد لله ناعمة يا ربي. اليوم كما شفتوا في العنوان راح نتكلم على امتحان لو CAP AEPE فيما يخص لاسيستانت ماترنيل. كنت في الفيديو اللي قبل تكلمت عليه، تكلمت على أي سبب يكون من المفروض على الاسيستانت ماترنيل إنه تجوز هذا الامتحان. أما اليوم حبيت نتكلم على طريقة التسجيل وشروط التسجيل. نبدأ بالتسجيل. التسجيل يبدأ في كل سنة في شهر نوفمبر وينتهي في شهر مارس. التسجيل راح يكون على موقع إلكتروني يسمى بسيكلاد، راح نحط الصورة تشوفها في الفيديو. هذا هو الموقع، والتسجيل راح يكون كأي تسجيل في أي موقع آخر، يعني تدخل كامل البيانات ويوصلك إيميل لتأكيد التسجيل، وبعدها تتبع الخطوات لتأكيد التسجيل. هذا الموقع متخصص في التسجيلات لعدة امتحانات وطنية، ومن هذه الامتحانات هو لو CAP AEPE. عملية التسجيل راح تكون على مرحلتين. الأولى راح تكون دائما تقريبا من 3 نوفمبر لحتى 17 ديسمبر، وهذه الفترة راح نكون فيها سجلنا في الموقع، دخلنا كامل البيانات، أكدنا التسجيل بعد ما وصلنا الإيميل، بعد ما وصلنا رابط في الإيميل اللي أكدنا به التسجيل. بعد ما كملنا عمرنا كامل بيانات راح يوصلنا ان ريكيبيلاتيف. هذا الريكيبيلاتيف شو راح يكون فيه؟ راح يكون باختصار جميع المعلومات اللي كنا عمرناها في التسجيل، يعني الاسم، لقب، تاريخ الميلاد، الجنسية، على أي سبب سجلتي هذا الامتحان. إحنا راح نتكلموا على الامتحان فيما يخص لاسيستانت ماترنيل. راح يكون مكتوب CAP AEPE assistante maternelle، وراح يكون اسكو أنتِ l'assistante maternelle خيّرت avec un projet d'accueil أو sans projet d'accueil. راح يطلب منك بعدها لتأكيد التسجيل إنك تبعتي هذا الRécapitulatif signé، يعني ممضى، مع شهادة، مع بطاقة التعريف تبعثاها أما تبعثاها تسكاناها وتبعثاها في هذا الموقع، ولا تبعثاها على البريد، ولكن على العموم دائما يطلب أنك تبعثاها على الإيميل أو على هذا الموقع لتأكيد التسجيل. وهو تأكيد التسجيل الأول مرحلة كما سنة 2023 كان آخر أجل 17 ديسمبر، يعني إذا ما بعثتش لاسيستانت ماترنيل تأكيد التسجيل قبل 17 ديسمبر راح يلغى التسجيل. أما المرحلة الثانية للتسجيل راح تكون لإرسال إثباتات الخبرة، أو ما تسمى justificatif d'expérience professionnelle. وهذا من الجوستيفيكاتيف راح نتكلموا عليهم في الشروط، في شروط التسجيل. وهذه الفترة الثانية اللي تكلمت عليها وقلت إنه نبعث فيها إثباتات الخبرة، راح تنتهي في 17 مارس، يعني الملف المطلوب إرساله راح يكون قبل 17 مارس. طريقة الإرسال يا إما تكون على الموقع، تحمل كامل الإثباتات على الموقع، أو تبعثها على طريق البريد، أو تبعثها على طريق البريد الإلكتروني اللي يكون مخصص لإرسال إثباتات الخبرة. بعد انتهاء هذه الفترة الثانية، تقريب في شهر أفريل راح تتحصل لاسيستانت ماترنيل على استدعاء، ولا تسمى لا كونفوكاسيون، يكون فيها تاريخ وساعة الامتحان. نجيو لشروط التسجيل. الشرط الأول واللي لازم نبعثوا الإثبات إنه تكون لاسيستانت ماترنيل متحصلة على أغريمون داسيستانت ماترنيل، لأنه في التسجيل اختارت لاسيستانت ماترنيل امتحان لو CAP AEPE pour l'assistante maternelle، ومن بعدها لازم تبعث الإثبات اللي هو نسخة من لاغريمون اللي تحصلت عليها. الشرط الثاني والأهم هي الخبرة. الخبرة لازم تكون على الأقل 14 أسبوع، فيما يعادل 448 ساعة خبرة مع الأطفال. ولازم في هذه الفترة تكون فيها خبرة مع أطفال في سن 0 إلى 3 سنوات.
ما يهمش الفترة شحال، مهم تكون فترة مع أطفال 0 إلى 3 سنوات. والأهم إنه تكون هذه الخبرة لازم تكون في ال3 سنوات الأخيرة اللي راح نفوتوا فيها الامتحان، ما تكونش أكثر من 4 سنوات أو أكثر. يعني مثلًا أنا سجّلت امتحان في 2023، يعني لازم تكون الخبرة من 3 سنوات الأخيرة، يعني 2020، 2021، 2022، ال3 سنوات الأخيرة. كل هذه الإثباتات لازم تُبعث قبل آخر أجل اللي يكون مُحدد من طرف الأكاديمي اللي تكون تابعة لها l'assistante maternelle، يعني أي مدينة اللي تسكن فيها. وبعد ما يوصلهم الإثباتات راح يدرسوا الملف، وإذا كان مُكتفي كامل الشروط راح تتحصل l'assistante maternelle على استدعاء بعدها، اللي هو استدعاء الامتحان راح يكون فيه تاريخ وتوقيت الامتحان. نجيو لنقطة أخرى تابعة للتسجيل اللي هي إنه l'assistante maternelle يوم التسجيل راح يكون عندها الاختيار فيما يخص امتحان EP3 إنه تختار إنها تجوّز الامتحان avec projet d'accueil أو sans projet d'accueil. إذا كان اختارت avec un projet d'accueil يعني الprojet d'accueil تاع l'assistante maternelle تكون حضرتها قبل في بيتها، وعندها تاريخ لازم تكون تبعثه قبل لازم تكون تبعثه للأكاديمي قبل الامتحان، وتاريخ دائمًا يكون محدد في الاستدعاء. وإذا اختارت الاختيار الثاني واللي هو sans projet d'accueil يوم الامتحان راح يكون عندها ساعة ونصف لتحضير تحضير البروجي داكاي، وبعدها راح تفوت أمام لجنة التحكيم ل25 دقيقة اللي راح يكون فيها الامتحان الشفوي. أما بالنسبة للامتحان الثاني واللي هو EP1 من الشرط الأساسي هو إثبات خبرة عمل مع طفل أقل من 3 سنوات، ما يهمش الفترة كيما حكيت عليها من الأول، المهم تكون موجودة، وللأسف إذا ما كانتش موجودة يوم الامتحان راح يُلغى الامتحان وما تقدرش إنها تجوّز هذا الامتحان اللي هو EP1. ومدة هذا الامتحان راح تكون في 25 دقيقة، هو امتحان شفوي. الامتحان الشفوي راح تكون تقدم فيه l'assistante maternelle 2 فيش تكون كانت قبل حضرتهم في بيتها. الفيش الأولى تسمى une fiche de soins، أما الفيش الثانية la fiche الثانية راح تكون une fiche d'activité. وهاذم لي فيش نأكد إنهم لازم يكونوا مع أطفال في عمر أقل من 3 سنوات. وبعد التقديم راح تطرح عليها أسئلة فيما يخص هاذم لي 2 فيش. وبعد ما تكمل الامتحانات بعد مدة من المفروض إنه الامتحانات دائمًا تنتهي في فترة جوان، راح يتوصل بالنتائج في شهر جويلية. هذا كامل فيما يخص امتحان le CAP AEPE. إن شاء الله نكون اليوم توفقت في شرح الامتحان. بالنسبة لassistante maternelle نأكد لأنه كاين طرق أخرى في